حمزة، هو في حد صاحي؟ قلت الكلمة دي وأنا قلبي مقبوض. رد عليا بصوته اللي بقيت بحس فيه بالأمان. ده يا بنتي نمل على ودانك، مفيش صايش ابني يومين في البيت غيرنا، وماما فاطمة دي 7 نومة من بدري، فكك خالص. كلامه المفروض يطمن، بس أنا بطبعي مسوسة. قمت على طراطيف صوابعي زي الحرامية وزقيت باب أوضة ماما بالراحة. بصيت عليها، لقيتها غرقانة في النوم وشكلها بتحلم بحاجة حلوة. قفلت الباب بنفس الهدوء وحسيت إن روحي رجعت لي. رجعت الصالة، لقيت حمزة مستنيني بنفس الابتسامة الهادية اللي بتلخبطني دي. حوار حمزة ده بدأ من كام شهر. خالته أمه الله يرحمها ويحسن إليها لما ماتت وسابته لوحده في الدنيا، ماما فاطمة عملت اللي مفيش أم بتعمله. راحت له وقالت له: اسمع يا حمزة، أمك دي أختي وعشرة عمري وموصياني عليك. صحيح انت بقيت راجل، بس مش هسيبك لوحدك. بيتي ده بيتك، وانا عايشة لوحدي وبنتي في بيت جوزها. تيجي تقعد معايا، تبقى ونس ليا وابقى أم ليك. الواد في الأول كان قافش ومكسوف، بس ماما فضلت وراه لحد ما وافق وجه عاش معانا. أنا بقى نورهان كنت ساعتها في دنيا تانية خالص. كنت عايشة في فيلم أنا اللي مألفاه ومخرجاه مع أحمد جوزي. كنت بروح لماما كل فين وفين، وطبعا كنت بشوف حمزة. ومن أول يوم وأنا واخدة بالي من بصاته. مش بصات عادية بتاعت قرايب، لأ، دي بصات فيها فضول وتقييم وحتة حزن غريبة كده. كنت بعمل نفسي عبيطة وأقول: عيب يا نورهان، ده حمزة أخوكي الصغير. وكنت بدفن أي فكرة تانية تيجي في بالي. أصلي كنت غرقانة في مشاكلي مع أحمد، وما كنتش فاضية لأي حوارات تانية. أحمد، يا على أحمد، سافر الخليج 2 شغل، وأنا قعدت هنا أعد الدقايق عشان يرجع. بس للأسف اللي رجع ده كان واحد معرفوش. جسم أحمد لكنه ناشف ومقسوم، بقى إنسان صامت بارد، كأنه عايش في جزيرة لوحده. لا بقى يسألني يومك كان عامل إيه، ولا ياخد باله لو قصيت شعري. بقينا مجرد 2 جيران في شقة واحدة. فاكرة مرة قلت أعمل ليلة وارجع المية لمجاريها؟ لبست واتشيكت وعملت عشاء على الشموع وجو أفلام السينما. دخل أحمد بص على كل ده بقرف وقال لي: إيه الهبل اللي انتي عاملاه ده؟ مش ناقصاه. قعد على الترابيزة واللقمة وقفت في زوري، وهو ولا همه ماسك الموبايل وعايش مع نفسه. الليلة دي أنا انفجرت، قلت له بكل القهر اللي جوايا: أحمد، أنا مراتك على فكرة، حتى أنا في البيت ده مش بني آدم ليها مشاعر؟ بصلي ببرود وقال جملته الشهيرة: من الآخر، عايزة أكل وشرب وفلوس، كله بيوصلك لحد عندك، عايزة إيه تاني؟ خلصنا. كلامه كان زي الكرباج. وقتها أيقنت إن مفيش، ولما قلت له لازم نلاقي حل، مال القنبلة في وشي: لو مش عاجبك الباب يفوت جمل. ولا كأنه بيبيع أي حاجة، مش بيهدم بيت. بعدها سحبت نفسي ومشيت. رحت لماما وأنا منهارة. ماما قلبها اتقطع عليا، بس لما شافتني مصممة وعرفت إنه خلاص جاب آخره معايا، وقفت في ظهري. رجعت بيت أهلي شايلة على كتفي لقب مطلقة، وهو ما يعلم بيه إلا ربنا. الأيام الأولى كانت سواد، حاسة إني فاشلة وعالة على الكل. بس حمزة كان موجود، مش بالكلام، بالفعل. ساعات أصحى من النوم ألاقي كوباية ينسون دافية جنب سريري، وساعات يجي من بره جايبلي الشوكولاتة اللي بحبها. حاجات صغيرة بس كانت بتفرق. لحد ما في يوم كنا قاعدين في البلكونة أنا وهو، وسكوت سالتنا. فجأة بصلي وقال: والله العظيم أحمد ده لو بيفهم ما كان سابك. ده في حد يسيب برنسيسة زيك كده؟ الكلمة خضتني، لأول مرة بيتكلم بصراحة كده. رديت وأنا مش عارفة أقول إيه. نصيب يا حمزة. رد بحرقة: نصيب إيه؟ دي قلة نظر بجد، معرفش دماغه فيها إيه. في اللحظة دي ماما خرجت كالعادة في الوقت المناسب، وبصت لنا وقالت: ما تقوموا يا ولاد تتمشوا شوية بدل الخنقة دي، انزلوا شموا هوا. أنا كنت قافلة من الدنيا كلها، بس إصرار ماما ونظرة حمزة خلوني أقوم. لبست ونزلنا نتمشى على الكورنيش. الهوا كان حلو، بس أنا من جوه كنت متلخبطة. حمزة كسر الصمت وقال لي: نورهان، أنا عارف إني بتدخل في اللي ماليش فيه، بس أنا سمعتك وإنتي بتحكي لماما. سكت شوية وبعدين كمل:
فضفضي يا نورهان، طلعي اللي جواتي. الكلام المكتوم ده عامل زي الحبس الانفرادي، بيموت البني آدم بالبطء. مش عارفة إيه اللي حصل، بس حسيت إن السد اللي كنت بنياه انهار وبكيت. حكيت له كل حاجة، من أول يوم رجع فيه أحمد لحد آخر كلمة قالها، وهو كان بيسمع وبس، كل تركيزه معايا، كأنه بيمتص كل الوجع اللي بيخرج مني. لما خلصت ومسحت دموعي بصلي وقال: كل ده حصل فيك يا ساتر. اسمعي بقى، اللي حصل ده كويس إنه حصل دلوقتي. انتي تستاهلي واحد جدع ابن حلال يعرف قيمتك ويشيلك في عينيه، واحد لما تبصيله تحسي إن الدنيا لسه بخير. كلامه كان دوا، حسيت إني خفيفة لأول مرة من شهور. رجعنا البيت وأنا واحدة تانية. بعد اليوم ده الحواجز اتشالت، بقينا أصحاب بجد، بنهزر ونضحك ونتخانق على ماتشات الكورة. اكتشفت إنه دمه خفيف وبيعرف يقلد الناس بطريقة تموت من الضحك، واكتشفت إنه بيحب نفس أغاني فيروز اللي بحبها. مرة كنت قاعدة مكتئبة وبحاول أظبط السي في بتاعي عشان أقدم على شغل. دخل عليا لقاني مع كنينة، قال لي: مالك يا وش الفقر؟ قلت له: أنا تايهة. خد مني اللابتوب وقال لي: وريني كده. قعد ساعة كاملة يظبط لي فيه، خلاه حاجة تانية خالص، وقال لي: انتي خبرة في كذا وكذا، لازم تكتبي ده الأول، ثقي في نفسك شوية. يومها بصيت له وحسيت إن قلبي دق، مش دقة أخوه، لأ، دي دقة من نوع التاني. اللحظة الحاسمة كانت وإحنا بنتفرج على فيلم قديم مع ماما، فيلم نهر الحب. في اللقطة اللي فاتن حمامة بتبكي فيها، أنا عينيا دمعت غصب عني. مديت إيدي عشان أجيب منديل، لقيت إيده فوق إيدي، اتكهربت وسحبت إيدي بسرعة. هو بصلي بصة طويلة، بصة فيها كلام كتير قوي ما تقالش، بصة بتقول: أنا هنا. ووقتها فهمت إني بحبه، حبيته خلاص. بس الخوف كان هيموتني، خايفة أقع تاني، خايفة يطلع كله كلام وارجع لنقطة الصفر. فضلنا على الحال ده كام أسبوع، لحد ما حمزة قرر يجيب من الآخر. كنا في البلكونة برضو، كأنها المكان الرسمي للاعترافات. قال لي: نورهان، أنا عايز أكلمك في حوار وما ينفعش يتأجل أكتر من كده. قلبي كان هيقف. بص في عيني وقال لي: بصي، أنا مش هلف وأدور، أنا بحبك، وبحبك بجد، مش حب عيال صغيرة. أنا عايزك مراتي وأم عيالي، وعارف إنك لسه خايفة ومجروحة ومستعدة استناكي العمر كله، بس كان لازم أقولك عشان أبقى مرتاح قدام نفسي. وربنا، ها، قلتي إيه؟ دموعي نزلت تاني، بس المرة دي دموع فرحة. هزيت راسي وأنا مش قادرة أنطق حرف، والضحكة شقت وشي. ما قالش كلام منمق، ولا وعدني يجيب لي النجوم. هو قال كلام رجالة، كلام يدخل القلب على طول. عرفت ساعتها إن ربنا عوضني، وإن دي مش مجرد بداية جديدة، دي بدايتي الحقيقية.